السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد من قناة مروة علوي على اليوتيوب. قبل ما تبتدي الفيديو يا ريت تدعم الفيديو ده باللايك والسبسكرايب، وما تنساش تفعل زر الجرس لو مش مفعله. ويلا بينا نخش في موضوع حلقتنا. واللي بيسأل انت لابس صيفي ليه، هقول لك الجو مش مفهوم واحنا مش مفهومين دلوقتي. فهتكلم معاك دلوقتي بقى بخصوص اول حاجة، هو الغاء الدوري العام. ازاي؟ ببساطة شديدة، الأهلي كان مطلع بيان ساعة ماتش القمة بتاع يوم التلات اللي فات، اللي الأهلي ما حضروش، إلا قالك لو المطالب ما اتنفذتش. المطالب دي كانت بتتحدد في إيه؟ في تحكيم أجنبي لمباراة القمة. طبعا بعد ما عملوا القرعة يوم 6 قبل الماتش بخمس أيام، وما لحقوش يبلغوا الأندية، وعملوا القرعة قبل الفجر زي ما اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات بالظبط. فالأهلي قالك لا، انتوا عملتوا إن ماتش القمة يبقى أول ماتش لينا، طب خلاص احنا عايزين حكام أجانب. وطبعا اتحاد الكوره فضل يشتم في الرابطه، يقول لك الرابطه هي اللي مسؤوله وهي اللي معرفش ايه، والرابطه قامت ردت على اتحاد الكوره ببيان تاني بتقول له لا، احنا ما وصلناش خطابات، والمفروض بيوصل قبلها باسبوع، وانت اصلا عامل القرعه قبل الماتش بثلاث اربع ايام، فانت عايزهم يبعتوا لك قبلها باسبوع. يعني سبحان الله، لو بينجموا مش هيعملوا كده. فده بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه بقى، هل انسحاب الاهلي من الدوري هيتم؟ هيتم. لان يعني كذا مصدر وكذا صحفي طلع وقال لك ان الاهلي بيؤكد ان كل كلمة اتقالت في البيان اللي صدر في نفس اليوم بتاع ماتش القمة اللي ما راحوش هتنفذ لو ما تمش تنفيذ، ان هم يعيدوا ماتش القمة بس بتحكيم اجانب. والاهلي دلوقتي بيحضر ملف الانسحاب بتاعه، وهو بيحضر كمان ملف الشكوى في الفيفا لاتحاد الكوره، اللي بيقول لك ان احنا ما نقدرش نوفر حكام اجانب الا قبلها بيومين او بثلاث ايام، ولازم تكونوا مبلغيننا. مع انه في نفس اليوم تم استقدام حكام اجانب في خلال ساعتين بس، وصلوا الساعه 12 الا ربع بعد الماتش. فهو كده كده قال لك طب اجلوا الماتش 24 ساعه. الزمالك مسك، وعلى فكره الزمالك من حقه جدا، لان هي فرصه جات له من دهب ان هو مش هيلاعب الاهلي واخد 3 نقط. وحتى لو الاهلي ففي عقوبات، فمن الاخر كده الزمالك هو بيرازي في الاهلي. طبعا بما ان الزمالكاوي بيقول لك التحكيم او الاحتواء الاهلاوي ومش عارف ايه، دلوقتي بيقول لك التحكيم المصري اسطوره واحنا بنحبه وده حبيبنا من ايام الجيزه وكل الكلام الحلو ده. فخلاص ده بالنسبة لموضوع انسحاب الأهلي. تاني حاجة، طب ليه هيلغوا الدوري؟ هيلغوا الدوري لأن ببساطة شديدة لما الأهلي يعلن انسحابه ويقولك إن التحكيم مصري فيه أخطاء وفيه كذا وكذا وكذا في الاتحاد الكورة، فهتلاقي كل الأندية أو معظم الأندية اللي بتصارع الهبوط يقولك إحنا كمان مع قرار الأهلي. وببساطة شديدة لو عدد الأندية تخطى نص عدد يعني عدد الأندية المنسحبة من الدوري تخطى نص الأندية اللي مشاركة فيه، فببساطه شديده هيتم الغاء الدوري اصلا، ولا هيطبق عقوبات على اي نادي ولا اي حاجه. خلاص ده بطوله الدوري وهيتعاقب المسؤولين وكده. ودي هتبقى الصراحه فلته جامده جدا للمسؤولين، وهيبقى حاجه جامده جدا في الكره المصريه. كده كده الكره المصريه هي مش رايحه في داهيه، هي في داهيه من زمان اصلا، من بعد جيل حسن شحاته 2011 2000 خلاص. يعني هو بعد 2010 2011 خلاص ما بقاش في كره مصريه، اداره للكره المصريه، ما بقاش في اتحاد كره كويس، ما بقاش في مدربين كويسين مصريين زي زمان زي الجوهري وحسن شحاتة. مفيش، بس في لعيبه وفي مواهب. في مواهب، في يعني انت شفت عمر مرموش في السيتي، ومحمد صلاح وتريزيجيه اللي مأدي جامد، وكل اللعيبه ونص الملعب بامام عاشور. فانت عندك مواهب كتير، ممكن ما تكونش بقوه زمان بس انت عندك مواهب، بس مفيش اداره للكوره، مفيش اداره للانديه، مفيش دعم كامل لجميع الانديه الجماهيريه. مش انديه الشركات، انديه الشركات انديه مستثمره بيخش يدفع فلوس وكده، همه ان هو يوصل على يحصل يعني يفضل في الدوري وخلاص. يجي له اعلانات، يجي له بيسوق للشركه بتاعته، سواء بقى كان مقاولين، سواء اللي كان لصيدليه، اللي مش عارف ايه اللي كده. فهو مبسوط بالكلام ده، فعادي جدا يعني بالنسبه له. فلو عجبكم الفيديو ما تنسونيش برضو تعملوا لايك وسبسكرايب.